السيدات والسادة النظارة الأعزاء، مساء الخير. كنرحبوا بكم في حلقة اليوم من برنامج شؤون أمازيغية. موضوع هذه الحلقة الشراكة بين الحكومة والمجتمع المدني، مع الضيف ديالنا الأستاذ مولاي إسماعيل العلوي، رئيس اللجنة الوطنية للحوار الوطني مع المجتمع المدني. قبل ما نبداو الحوار مع الضيف ديالنا كنحيلكم على الروبورتاج. عرف المغرب حركة جمعوية شكلت رصيد مهم من التراكم نتيجة العمل اللي قامت به في مجالات مختلفة. طبعا مجال الحريات العامة تفتح مباشرة بعد الاستقلال حين صدور ظهير 1958 واللي تم تعديله سنة 2000 بغرض توسيع الحريات. والجمعيات اللي اشتغلت على اللغة والثقافة الأمازيغيتين انطلقت منذ الستينات من القرن الماضي. هي تولدت في رحم المجتمع المدني بكل ما في الكلمة من معنى، بمعنى كضرورة اجتماعية وضرورة ثقافية للمغرب. لماذا؟ لأن الجمعيات الأمازيغية هي اللي كتدافع على واحد الجانب أساسي فاش كيقولوا ديال حقوق الإنسان، اللي هو جانب الحقوق اللغوية والثقافية. الدينامية اللي خلقتها الجمعيات الأمازيغية في المغرب ومنتج عليه من تحولات مهمة من المفروض يتم إشراكها في الحوار الوطني حول المجتمع المدني بشكل وازن ومتساوي مع باقي الجمعيات والمنظمات اللي كتهتم بمجالات أخرى. هذه مبادرة إيجابية لأنها في نفس الوقت تستجب للدعوة ديال ما ينص عليه الدستور، وثانيا يعني أن المواضيع تهم المجتمع المدني بمختلف ملفاته، تتهم أن الحكومة تعرف الرأي ديال المجتمع المدني، لا فقط لأن الدستور ينص على ذلك، لأنها تهم المجتمع المدني بالدرجة الأولى. الحكومة الحالية واللي جات بعد المكاسب الديمقراطية لسنة 2011 حدثت وزارة وصية على المجتمع المدني وأخرى على الحريات. كان من المنتظر تعتبر الجمعيات كشريك في مختلف السياسات العمومية ويتقوى التواصل معها. حطينا مذكرة السيد الوزير الأول فيها مطالب ديال الجمعية، ثم يعني كانت عندنا مذكرة أيضا بصدد ترسيم الأمازيغية، وهذه المذكرات وصلت الأطراف المعنية لا في الحكومة ولا في البرلمان. في نفس الوقت يعني في البيانات اللي تنصدروها على أساس أنه فيما يتعلق بمجموع القضايا التي تهم الأمازيغية فاحنا مستعدين أننا نقوم بالواجب ديالنا، لأن الجمعية راه هذه 45 سنة وهي تتعمل في هذا الإطار هذا. التعثرات اللي عرفها الحوار الوطني حول المجتمع المدني منذ الانطلاقة ديالو كيتطلب إشراك أوسع لمختلف الحساسيات الجمعوية وإيلاء الاهتمام للجمعيات اللي راكمت رصيد مهم. السيد مولاي إسماعيل العلوي، كنرحبوا بك في الحلقة ديال اليوم من برنامج شؤون أمازيغية اللي غنناقشوا العلاقة مع المجتمع المدني، كيف توضعوا كبرنامج الحكومة الحالية وخاصة الوزارة الوصية على هذا المجال. مولاي إسماعيل، كيبان أن الوزارة الوصية على العلاقة مع البرلمان والمجتمع المدني عندها الآن تصور للشراكة مع المجتمع المدني. أنتم بالصفة ديالكم رئيس اللجنة الوطنية للحوار الوطني حول المجتمع المدني، شنو هي الأسس والمنطلقات ديال هذه الشراكة بين الحكومة والمجتمع المدني؟ أولا سيدي أحمد، شكرا على الاستضافة، وأظن أنه فعلا هذا موضوع مهم ومهم جدا. غير أنني لابد أن أقول من البداية أنني لا أمثل الوزارة، أنا مناضل جمعوي كجميع المناضلين الجمعويين. كتب لي أنني ترأست هذه اللجنة هذه، ولكن ما يمكنش أن نطق باسم الوزارة أبدا. رغم هذا الأمر أظن أنه المجتمع المدني الآن بجمعياته ومنظماته غير الحكومية أصبح عنصر لا مناص من التعامل معه في إطار الحياة ديال المجتمع المغربي. فدستوريا الآن عنده كل الدعامات القانونية اللي تجعل أنه
يكون دائما مخاطب لجميع الفرقاء الفاعلين في المجتمع، كانت حكومة أم غير حكومة. ثم القضية ديال الشراكة مع الحكومة، تنظن بأنه هذا الموضوع ديال الشراكة هو موضوع مهم جدا، لكن لابد أن نقول بأنه هذه الشراكة هي بين يد طرفين، الوزارة من جهة كممثل للحكومة والمجتمع المدني ككل. فإذا رفض أحد الطرفين طبعا ما يمكنش يكون شي شراكة، لكن هذه الشراكة تفرض نفسها، لأنه الآن كما قلت الدستور ديالنا تيجعل من هذا المجتمع المدني عنصر أساس في تدبير كل مناحي الحياة. فكما في علمك العدد ديال الفصول وديال البنود من الدستور تتأكد على دور المجتمع المدني والمواطنين كانوا مؤطرين في المجتمع المدني في جمعية المجتمع المدني أو غير مؤطرين في إطارها، باش يساهموا في تفعيل عدد من السياسات ديال الدولة، باش يتبعوها، باش يراقبوها، باش ينتقدوها، باش يساهموا حتى في وضعها. إذن الشراكات تتفرض نفسها في إطار طبعا الاستقلالية التامة لكلا الطرفين، ولا سيما الطرف ديال المجتمع المدني. لا يمكن أبدا أن نتصور مجتمع مدني نشيط فاعل وهو تحت هيمنة أي كان أو وصاية طبعا أو وصاية. هذا أمر أظن مفروغ منه، وما يمكنش الإنسان يتصور هذا الأمر هذا نهائيا. نعم. يعني الوزارة اللي هي وصية على هذا القطاع حاولت باش تعمل يعني لقاء للحوار اللي يجمع عدد من المكونات ديال المجتمع المدني اللي هي شريكة. شنو هي المعايير المعتمدة في اختيار هؤلاء الشركاء؟ نعم، فيما يخص الاختيار حسب ما علمت هو أنه كان من الصعب على الوزارة أنها تختار بواحد الشكل اعتباطي جمعية دون جمعية أخرى، في علما بأنه كاين ما يربو على 100,000 جمعية في وطننا. وهذا الرقم هو وإن كان يمكن منفوخ فيه الله أعلم، هو مؤشر مهما كان من الأمر على أنه فعلا المواطنين ديالنا أصبحوا الآن تيأخذوا الأمور بيدهم ويساهمون في تدبير حياتهم بدون انتظار الأمر من أي كان. وبالتالي اقتضى الرأي ديال الوزارة على ما تظهر أنها تتصل ببعض الأشخاص مرموقين في الساحة، لهم باع طويل في الميدان، لهم حضور قوي في ما يهم جمعية المجتمع المدني، وطلبت منهم أنهم يكونوا في هذه اللجنة هذه. طبعا ما كاينش فقط غير الناس ديال المجتمع المدني في حد ذاته، كانوا كذلك ممثلين ديال بعض القطاعات الحكومية اللي عندها علاقة مع المجتمع المدني بشكل طبيعي وتلقائي، وشيء اللي هو زعما كان بالضروري يكونوا حاضرين. كذلك كاين مؤسسات دستورية كالبرلمان مثلا، كالمجالس، مجلس حقوق الإنسان إلى غير ذلك، طلبوا منهم أنهم يكونوا هذو كلهم حاضرين. فيما يخص الناس الذين طلب منهم المساهمة، البعض منهم رفضوا اعتبارا لكونهم ما استدعوا شيء باسم الجمعيات التي يمثلونها. ما يمكن ما دركوا شيء هذا الأمر هذا اللي تيجعل أن الوزارة كان من الصعب عليها أنها تختار 11 20 جمعية من 90,000. ما هي المعايير؟ طرحت قبيلا من الموضوع ديال المعايير ما موجوداش، على الأقل ما مساغاش. يمكن في عقلنا نعرفوا بعض المعايير ديال المصداقية، ديال الجودة، ديال المساهمة في الحياة ديال المجتمع المدني، في إنجازات ديال هذا المجتمع المدني. هذه من المعايير اللي يمكن لها تخاد. في الواقع تخادت بدون الإعلان عنها. فعدد من الإخوة الذين امتنعوا هم من هذا الصنف، ناس اللي فعلا عندهم باع طويل، عندهم تجربة تعود إلى عقود من الزمان، ضحوا بالنفس والنفيس من أجل جميع الجوانب اللي تهم المجتمع المدني، أكانت مشاكل حقوقية لحقوق الإنسان
أم عناصر ومعطيات تهم التنمية. إذن كانوا عندهم واحد تواجد رفضوا. في الواقع أنا ما نخفيش عليك أنني لحد اليوم ما وجدت شي معطى موضوعي لهذا يبرر هذا الموقف هذا. اللهم إذا كان هناك نزاع قديم لما يظهر مع الوزير، انا ما كنتش كنعرف الوزير من قبل ما تحملت هذه المسؤوليه هذه، يمكن بغاو باش نهضروا بالدارجه ديالنا بغاو يردوا الصرف يمكن. هما كيقولوا بان الوزاره يعني قربت انها تعاملت مع مقربين بالمعنى الايديولوجي او الحزبي، وانها ما استدعتش الناس اللي هما فاعلين جمعيات يعني اللي هي قديمه في الساحه وعندها اشعاع كبير وعندها تواجد قوي. هي ما استدعتش جمعيات ولكن استدعت شخصيات. شخصيات اللي هي عندها القبعه ديال الجمعيات اللي عندها واحد تجذر في المجتمع المدني وعندها وجود قديم. بالتالي المواخذه تنعتبر بانها ما شداش. انا تنظن بانه لو هاد الاخوه والاخوات اللي امتنعوا من المساهمه شاركوا، كانوا غادي يزيدوا يقويوا الكفه ديال اللي يمكن لها وجهه النظر ديالهم تماما. فالان اظن هذا الامر دابا تجاوز، مهما كان الامر سنلتقي. انا هذا قناعتي شخصيا او اقتناعي الشخصي، هو ان كلنا تنعملوا في هذا الميدان ديال المجتمع المدني، كنا مصرين على استقلاليه المجتمع المدني اذا كل الفرقاء الموجوده في المجتمع، وكذلك كنا مصرين على ان المجتمع المدني يجب ان يقوم بعمله بشكل قوي، لا في المستوى المتعلق بالحقوق كما ذكرت قبل قليل، ولا في الميدان ديال التنميه، ولا في الميدان ديال الثقافه، ولا في ميادين كلها اللي تتهم شعبنا. ونعلم بان هذا المجتمع المدني في الواقع ظهر بقوه خلال السنوات التي نسميها بسنوات الرصاص اذا على المستوى الحقوقي، وظهر كذلك في السنوات اللي كان هناك تخلي الدوله عن عديد من مسؤولياتها الاقتصاديه والاجتماعيه. فعوض هذا الغياب ديال الدوله في عدد من الميادين، وبالتالي اظن انه المجتمع المدني سيتقوى وسنحرص على انه يتقوى وان يستمر في هذا النهج ديالو، بل يصبح اكثر مصداقيه مما كان عليه. وشرف القضيه المصداقيه لانه ما نخفيش انه كان هناك جمعيات التي انشئت بقدره قدير، كان هناك جمعيات مرتبطه باشخاص او مصالح صغيره، بمصالح احيانا حتى ببعض الاوساط من الاداره، اما هذه الاداره او تلك. هذه كل الاشياء اللي هي موجوده، ولكن المجتمع المدني بطبيعته تيكون بهذا الشكل متنوع بهذا الشكل، متنوع المشارب، متنوع الاصول، متنوع الميادين، متنوع المكونات. هذه كلها اشياء اللي من طبيعه المجتمع المدني انه يتميز بها. هذا الاهتمام المتزايد بالمجتمع المدني من طرف يعني الفاعل الحكومي، هل يدل على ان يعني هناك اتجاه نحو خلق نوع من التوازن بين الفاعلين الرئيسيين السياسيين والمدنيين؟ كان هناك تضخم ديال الدور ديال الفاعل السياسي الحزبي، واللي كان كينكر تقريبا دور الفاعل المدني في معظم الأحيان، بالإضافة بطبيعة الحال للسلطة بشكل عام اللي كانت كتهمش أيضا دور الفاعلين المدنيين وكتعطيه اهتمام أكبر للفاعل السياسي اللي كيخوض الانتخابات وكيدخل المؤسسات التشريعية وغير ذلك. فهل نحن في اتجاه نظرة متوازنة اللي تعيد الاعتبار في النهاية لدور الفاعلين في المجتمع؟ هذا يقيني أنه خاص يكون رد الاعتبار لهذا الفاعلين في المجتمع المدني. لكن هنا طرحتي واحد المشكل اللي هو مهم ومهم جدا، وهو التباين اللي ظاهريا موجود ما بين ما يسمى بالديمقراطية بالشراكة أو بالتشاركية والديمقراطية التمثيلية. هذا موضوع ماشي فقط حقوقي او دستوري، هو كذلك موضوع حتى فلسفي، وهو راهن ايضا.
لأن هناك من يختزل الديمقراطية في صناديق الاقتراع. تماما، في حين أنه أبانت الديمقراطية التمثيلية التفويضية على عدد من النقائص كنا تنعيش هذا الأمر هذا خلال التجارب. من خلال التجارب اللي تنعيشها من هذه عقود من الزمن الآن. لما مثلا نوضعوا ثقتنا بين مزدوجتين في منتخب، هذاك المنتخب يتحرر عشية الإعلان عن الانتخابات، في حين أنه عنده أي التزام مع الناس. تماما كان عليه أن يبقى دائما ملتزم إزاء الناخبين بقطع النظر عن الناس الذين انتخبوه والناس الذين عارضوه، تصبح ممثل الأمة برمتها، خصو يبقى دائما ملتزم إزاء كل هؤلاء الناخبين ويقدم لهم الحساب ويقبل المحاسبة. لأنه هذه الديمقراطية التشاركية الآن دابا اللي دخلنا فيها أو احنا خدامين تندخلوا فيها، من بين الجوانب ديالها الأهم في تصوري هو أنها تعطي المواطن الحق في أن يسائل المنتخب اللي عنده هذه المشروعية ديال الديمقراطية التمثيلية التفويضية. فهذاك التفويض خصو يكون تفويض نسبي، تفويض يقتضي أنه يجي بشكل دوري ويقدم الحساب، يعني ليس توقيعا على بياض. تماما، ماشي هو الان مع كل اسف هو توقيع على بياض عمليا. اللهم الا من رحم ربك، عدد من المنتخبين لما تنتخبوا هي هذيك ما تعاودوش يعاودوا يشوفوا الناخبين ديالهم، او حتى يمكن يقول بانه ما تيبقاش منتخب فقط ديال الناخبين في اي مكان في الدائره التي انتخب فيها، ولكن تصبح ممثل الامه برمته. حبذا لو كان على الاقل تيتجول في هذا الوطن وتحاول يحل المشاكل ديال الناس وما اكثرها، لا في السهول ولا في الهضاب ولا في الجبال من بلادنا. نعم، اذا الزخم ديال المجتمع المدني غادي يخلق نوع من التوازن في الرؤية وأيضا نوع من التعاون بين الفاعلين المدنيين والسياسيين من دون شك، وغادي يخلق مسؤولية أكبر أيضا. طبعا غادي يخلق مسؤولية للجميع، وغادي يخلق مسؤولية أكبر حتى العاملين الفاعلين في المجتمع المدني. نعم، فاعلين في المجتمع المدني من دون شك أنهم غادي يصبحوا هما كذلك مسائلين من قبل المواطنين، لأنهم من دوش كانهم تيشتغلوا تيعملوا عمل عن قرب. نعم. ولكن ما يظنوش بأن هذا العمل عن قرب سيحميهم من المراقبة اليقظة التي يجب أن تكون للمواطنين. طبعا هذا يقتضي كذلك واحد النوع من الارتقاء مجتمعنا ككل، لا على مستوى التكوين ولا على مستوى التأطير ولا على مستوى كذلك الاطلاع بما يهمنا جميعا، لا في حياتنا في الحي ولا في القرية ولا في على المستوى ديال المدينة ولا على مستوى الإقليم ولا على مستوى الجهة. لأن هذه كلها تزيد تنمي المسؤوليات ديال المواطن. روح المواطنة يجب طبعا أن تتكرس وأن تتقوى حتى تصبح جعلت منا ناس اللي فعلا مواطنين بكل معنى الكلمة. كان هناك واحد نوع من الخصومة بين الفاعل السياسي والمدني. هناك غيرة كيعبر عليها الفاعل السياسي تجاه الفاعل المدني الجمعوي، وهناك عدم الثقة كيعبر عليها أيضا الفاعل الجمعوي تجاه الفاعل السياسي. وهذا بطبيعة الحال كينعكس في الانتخابات، كينعكس أيضا في العمل والدينامية ديال الجمعيات سواء في العالم القروي أو في الوسط الحضاري. صحيح. واش هاد المبادرات الآن كاينة ممكن تعمل رأب الصدع وزول ذاك عدم الثقة أو ضعف الثقة؟ هذا ما نتمناه. هذا ما نتمناه. ماشي مؤكد أننا سنصل إلى ما نبتغيه. لكن تظهر لي أنه فعلا المشكل مطروح مثلا في لقاء أخير كان في مدينتنا نحن الاثنين قنيطرة. عدد من المتدخلين طرحوا القضية ديال التخوف من هيمنة السياسي على المجتمعي. أولا طبعا نعلم أن هناك بعض السياسيين الذين ينشئون هذه الجمعيات باش يخدموا غايتهم، ثم يمكن كذلك هيئات سياسية تكون عندها رغبة باش تقوي هذه الشبكة الجمعوية اللي تكون تحت نفوذها. هذا من الأخطار اللي محدقة، ولكن لا مناص من حدوثها. نعم. ما تنظرش أننا غادي نستطيعوا أننا بجرة قلم نتخلصوا من هذا الأمر. يعني هذا مشكل من الصعب أنه يتم القطع معه.
صعيب. نعم. صعيب، ولكن تيخص الانسان يكون حرص لما يكون مسؤول مثلا في المجتمع المدني انه يتخلص، حتى وان كانت عنده انتماءات سياسيه وقناعات سياسيه، يتخلص من هذه القبضه هذه ويرفض هذا النوع من السيطره. شخصيا انا كنت مسؤول سياسي وما زلت مناضلا سياسيا، ولكن عندي كذلك مسؤوليه على مستوى ديال بعض الجمعيات، فاترك جانبا الانتماء السياسي عندما اهتم بالقضايا الجمعويه. غادي نعملوا شويه بحال داك الشيء اللي كان تيقول ذاك العالم الفرنسي باستور: quand je rentre dans mon laboratoire je laisse Dieu à l'oratoire. بمعنى انه يجب ان نميز ما بين المستويين. هو كان تمييز ما بين مستوى العقيده ومستوى العلم، وحنا بين السياسي ما بين السياسي وما بين الجمعوي. في نهايه المطاف سيلتقيان من دون شك، لانه الهدف وهو خدمه المواطن والمواطنه، وهذا امر طبعا اللي تيخصنا نتربوا عليه. يعني يطلب وقت، لانه حتى حاجه ما تجي جاهزه من البدايه. نعم. هذا كيطرح الاشكال ديال الصراع بين الفاعل السياسي والمدني، باعتبار ان الفاعل السياسي كيتنظر ليه كما لو انه يفرق، بينما المدني يجمع. الى اي مدى باعتباركم عندكم تجربه في السياسي والمدني معا، الى اي مدى يصح هذا؟ وهذا صحيح فعلا لأولي، ولكن في خطة طويلة فيمكن يبان بأنه فعلا السياسي يفرق، لأنه كاين واحد النوع من الروح حزبية التي تتبلور من خلال الحملات الانتخابية، ولو أنها تنمحي فيما بعد، لأنه من غير المنطقي أن يبقى الإنسان في صراع مع منافسيه لما تنتهي المعركة. ففي حين أنه الجمعية فعلا تجمع الناس على أسس مشاريع مواضيع معينة اللي فيها مصلحة بالنسبة للجميع. اللي تيخصنا نوصلوا إن شاء الله هو أننا نجعلوا هذا السياسي والجمعوي يعملوا يدا في يد. شيء صعب من دون شك، لا سيما في مجتمع، ولكن تحدي اللي خاص، ولكن تخصو تحدي يتطرح أولا ويتعرف، ويكون هناك محاولة لتجاوزه. بعد يكون من دون شك صعب، لأننا كما قيل في إحدى اللقاءات مجتمعنا هو مجتمع ديال الناس مصابين بالبارانويا، بمعنى أن كل واحد يعتبر نفسه خوف شديد، هو يخاف من الآخر أو يخشاه ويحتاط، وبالتالي تكون دائما واحد النوع من التصدع اللي تيخصو طبعا يتجاوز. وهذا طبعا بالممارسه، بالتربيه، بالعمل المستمر، غادي يمكن من دون شك نوصلوا للمستوى اللي وصلوه شعوب اخرى، ولما لا. نعم. قبل ما نتابعوا النقاش ديالنا مولاي اسماعيل، غادي نشوفوا روبورتاج ثاني. أدت الجمعيات الأمازيغية دور مهم للمجتمع المغربي من خلال الدفاع عن رصيده الحضاري المتجدر في التاريخ، إلا أن ضعف إشراكها وغيرها من الجمعيات في الحوار الوطني حول المجتمع المدني كيجعل التساؤل مفتوح حول السبل اللي غادي تبحث عليها الحركة الجمعوية من أجل إسماع صوتها. الدور اللي لعبته الحركه الامازيغيه في النهوض بالامازيغيه هو دور ما يمكنش يعني نكروه، هو دور كبير بزاف، ما يتسعش الوقت باش اننا نسردوا المراحل ويعني الاشغال والاوراش اللي شغلت فيها الحركه الامازيغيه. ولكن ما يمكنش اننا نقولوا خدم شي حد خدم هاد يعني وصلنا لهاد النتيجه اللي وصلته دابا الامازيغيه في الدستاره والمؤسسه ديال الامازيغيه، الى بلا ما نذكروا الحركه الامازيغيه بالجمعيات ديالها، بالفعاليات ديالها، الفعاليات سواء يعني السياسيه والثقافيه. ودابا الغرض من يعني اللي وصلنا ليه هو اننا خص فعاليات اخرى اللي هي فعاليات اقتصاديه ونزيدوا معها حتى السياسيه، لان دابا في واحد المرحله اخرى هي مرحله اللوبينغ. العمل اللي قامت به الجمعيات الأمازيغية أدى إلى نتائج مهمة، وكي تعتبر كتتويج المجهودات ديالها الإقرار الدستوري بالأمازيغية لغة رسمية، كما أن العمل ديالها في الإطار الجمعوي كيبقى الشكل التنظيمي من بين اهتماماتها الأساسية. مسمونين تيمازيغين سكرن توكار سكن تطاس نتوريوين اللي يغديوين زغا يد
تمازيرت اللي سيتين تمازيغت فوسكا اريا تمازيرت اللي سن سيزرفان تمازيغت دو فقانا مازيغ تمازيرت اللي إيجان تمازيغت توتلاي كونسيبت غوهيلد إيجران غادر غي مالا مزد تيمسمونين تمازيغين تورين سنت ورتدي ورتلاح ورتفتا تورين سنت تورو يوامور اللي غيلا ديما أيسن س تماجيتنس استقا تماجيت تمازيغت نورز إيمال أي إيمال تنفاليت إيمال نفقانا مازيغ وردغاس وين توتلاي تمازيغت. رغم الظروف اللي جات فيها الحركة الجمعوية الأمازيغية واللي ما كانتش مرحبا بها في البداية، إلا أن من خلال ما نعيشه الآن يمكن يبان لنا إيجابيات كثيرة كانت كتغيب في السابق. من حسن حظ المغرب أنها خلقت وأسست في وقت وفي زمان كان ضروريا أن توجد فيه مثل هذه الحركة، لأنها أصبحت وعبر الملموس أنها واحد الحركة اللي هي إلا بغيت تقول لتحصين حركة وطنية لتحرير الفكر المغربي ولمواجهة أي استيلاب كيفما كان مشرقيا أو غربيا. خلقت الجمعية واحد الشعار كانت الأمازيغية مسؤولية وطنية. إذا تم حوار دون إشراك الفاعلين الأساسيين في الحقل الجمعوي، كيفاش غادي يكون الوقع النتائج هذا الحوار على الجمعيات بنفسها؟ لكن الأكيد أن العمل انطلق من أجل تدارك الهفوات اللي ارتكبت في انطلاق الحوار. مولاي اسماعيل، كيف كيتلاحظ في الروبورتاج هناك نوع من الخلط بين الشراكة والوصاية. شنو هي الحدود في رأيكم باعتباركم رئيس اللجنة الوطنية ديال الحوار مع المجتمع المدني بين الشراكة الفعلية والوصاية؟ أظن أنه مشكل الوصاية والشراكة هو رهين بموازين القوة. موازين القوة بالنسبة للمجتمع المدني وهو مدى الوعي ديال الفاعلين الجمعويين. إذا كان الوعي فعلا واضح ومن مستوى رفيع، هذيك الشراكة هذه تكون بكل معنى الكلمة أي شراكة ما بين عنصرين أو فئتين أو فاعلين أو فريقين في نفس المستوى. إلا ما كانش هذا الوعي هذا من دون شك أنه الشراكة تتحول إلى وصاية. لتفادي هذا الأمر ما بغيتش نسبق الأحداث، لأنه احنا مازال عارف في البداية ديال الإنصات العدد من جمعيات المجتمع المدني. تنظن بأنه باش يمكن الإنسان يحل هذه المعضلة هذه تيخص يكون هناك بعض الضوابط اللي تجعل أنه الشراكة المتوخاة تكون مبنية على مشاريع، على دفاتر تحملات، على وضوح في الرؤية من قبل الجانبين، على توفير كذلك صندوق من المال بين يد الدولة من أجل دعم المجتمع المدني وجمعياته، باش فعلا المشاريع تتحقق وباش يمكن فعلا يوقع التطور اللي تنطمحوا له. فإذا هذا أمر كيف قلت لك أنا لصيق بمدى اليقظة ديال الفاعلين الجمعويين، لأنه ماشي بالضرورة تكون هذه الهيمنة جاية غير من قبل الدولة. يمكن هذا تجي كذلك من أصحاب الشكارة، يمكن يكونوا عن حسن نية، مخدة مالية ثري عنده فلوسه عنده هذا بغى يعمل لوجه الله، يمكن يصبح هو يتحكم في المشروع. هذا كذلك من الأخطار المحدقة بهذا العمل الجمعوي. تيخص العمل الجمعوي يتحرر كيفاش غادي يمكن له يتحرر وهو ملزم بطبيعته باش ما يكونش عنده واحد الطابع نفعي مادي اللي يدخل فلوس. يمكن توجد الحل الى مثلا انسان استقى من تجربه ديال الاقتصاد الاجتماعي اللي الان ولله الحمد كاين بعض التجارب عندنا في بلادنا وفسوس بالخصوص. كاين تجربه اللي هي رائده اللي عطات النتائج ديالها واللي تبقى دائما في اطار العمل ديال هذا الاقتصاد الاجتماعي التعاضدي او التضامني اللي تيجعل انه الاموال
ما تكون شيء تتوزع حسب الربح ديال الاطراف. نعم. بل تكون اعاده توظيفها، وطبعا تيرجع الشيء بالخير على المساهمين في هذه التعاونيات. هذا مثل خص الانسان يزيد يدرسه، يتعمق فيه ويشوف واش ما يمكن شيء الجمعيه ديال المجتمع المدني اللي تتعمل في اطار تنموي بالاساس انها تسلك هذا المسلك مشابه مع اخذ الاحتياط، لانه يمكن يوقعوا انزلاقات. هنا فين تيجي القضيه ديال الضوابط اللي تكلمت عليها قبيله اللي خصها توضع باش ما يوقع شيء الزيغ عن الطريق الصويب. نعم. بعض الفاعلين المدنيين اللي انتقدوا هذه التجربه وهذا المشروع ديال الشراكه قالوا بان السيد الوزير المكلف بالعلاقه مع المجتمع المدني تجاوز كونه منسقا منتدبا من الحكومه مع المجتمع المدني الى ان يصبح وزيرا على المجتمع المدني. الى اي مدى يصح هذا؟ هذه انا ما لاحظتها شيء لحد الان، وكما قلت قبيله انا لا انطق باسم لا الوزاره ولا بالاحرى باسم السيد الوزير. اذا كان هذا هو الواقع ان يكون السيد الوزير في خطا، ويجب ان نقوم بواجب النصيحه، لكن ما اظن انه يقوم بهذا بشكل مصر. يمكن كانت بعض الهفوات وكان بعض الاخطاء في البدايه حسب ما سمعت وما لاحظت عن بعد. هذا امر تيخصو طبعا نجوزوه، والحرص ديالنا في اطار هذه اللجنه هي اننا نصيغ في نهايه المطاف بعض المقترحات اللي يمكن تحول الى مشاريع قوانين اللي تجعل انه هذا الامر هذا ما يتجلاش نهائيا على شكل وصايه. كاينه مسؤوليه ديال الحكومه طبعا، وهذه المسؤوليه لا تعني بالضروره الوصايه، يمكن لها كاع تفقد هذا الجانب ديال الوصي وتصبح فعلا شريك بكل معنى الكلمه، تقدم تسهيلات ضروريه تساعد، لانه في نهايه المطاف هذا المجتمع المدني يخدم المصلحه العامه او العموميه، وبالتالي سيعود بالنفع بالنسبه للجميع، وسيضمن الاستقرار الاجتماعي الذي نحن في حاجه اليه، سيضمن كذلك واحد النوع من سيغينيتي، واحد النوع من طمانينه اجتماعيه اللي ما يمكن لها تكون الا فائده. ونتمنوا انه في يوم من الايام بلادنا ما شفناش حنا شو على الاقل ولادنا ولا احفادنا يكونوا في مثابه مثلا الدول الراقيه في هذا المضمار اللي تيطبع هذا المستوى ديال التعامل ما بين المواطن والمسؤول الحكومي وغير الحكومي، وتكون هناك نوع من السويد في المغرب. لما لا؟ وهذا بطبيعه الحال كيرتبط بالترسيخ الديمقراطي اللي هو كذلك الاساس ديال الكرسي. الديمقراطيه بجميع مفاهيمها. نعم بالطبع، ماشي بمفهوم واحد اختزالي او اختزالي، بجميع مفاهيمها. فتح باب الحريات على مصراعيه، مع طبعا الارتقاء بشعبنا على المستوى ديال الوعي وديال التكوين. وهنا تنرجعوا للمشكل ديال التعليم في بلادنا. طبعا هذا لا يعني ان التعليم سينتج لنا أناس دائما في المستوى يمكن يكونوا منحرفين، ولكن التعليم عاد يمكن يساعد على التنوير، والتنوير سيساعد على أننا طبعا نصبحوا مواطنين كما قلت قبيله بكل معنى الكلمة. نعم. جزء كبير من المجتمع المدني المعني بهذا الموضوع الشراكة مع الحكومة هو المجتمع المدني الأمازيغي المكون من الجمعيات الأمازيغية اللي يعني انتم كفاعل سياسي كان عندكم يعني احتكاك معها كثير عبر واحد المسار طويل، باعتبار ان التنظيم الحزبي اللي ترأسوه واللي نضلتوا فيه كان من اقرب التنظيمات الى هذه يعني الجمعيات الامازيغيه. فاي دور لهذه الشراكه في ادماج هذا الفاعل الجمعوي الامازيغي وفي النهوض بالامازيغيه في اطار هذه الشراكه؟ اولا النهوض بالامازيغيه هو بين يد المغاربه كلهم، ولكن على راسهم الناطقين بالامازيغيه المتشبعين بهذه الثقافه ويدركون اللغه الامازيغيه. هنا ما نخفيش عليك عزيزي احمد انني استغرب، لانه الان دابا وضع كتابه بالتيفيناغ، والتيفيناغ عنده مزيه مهمه، هو انه يقرا كما يكتب، ما فيش نهائيا شي اشكال من المشاكل التي نلاحظها بالنسبه للعربيه الفصحى.
فالحركة لمناهضة الأمية باستعمال تيفيناغ والأمازيغية ما زالت جنينية، وهذا ضعف يجب استدراكه حسب اقتناعي الشخصي وما أعتبره صحيح. فهذه من جهة. من جهة أخرى طبعا الثقافة ديالنا موروث بجميع أشكاله، لا المكتوب ولا المادي ولا غير المادي. هذا الأمر هذا يجب طبعا أن ننكب عليه، وهنا الجمعيات الأمازيغية يجب أن تهتم به بشكل كبير. عندي الآن هنا واحد كتاب وهو خاص بإيغودار، فعلا عدد من المناطق اللي هذا إيغودار أصبحوا عبارة على أطلال، ماشي معناه أنهم غادي يعيدوا حياة وخراب، ماشي معناه غادي يسترجعوا الوظيفة اللي كانت عندهم في الماضي أبدا، ولكن هذا تراث اللي تيخص الإنسان يحتفظ به ويرممه ويصونه، لأنه بصمة من البصمات ديال الأجداد عندنا في البلاد. المثال ديال إيغودار كان يمكن له يتخذ في أمثلة أخرى، إغرامات أخرى اللي موجودة اللي هي كذلك أصبحت تنهار بحكم الهجرة من المناطق ديال اللي كانت آهلة بالسكان إلى مناطق أخرى. هذه من القضايا المطروحة. نضيف إلى هذا الجانب هذا اللي هو متصل بالثقافة شيء آخر متصل بالثقافة غير المادية ولكن لها علاقة بالمادي، أي التقنيات مثلا الزراعية، التقنيات الفلاحية. أنا هنا أتكلم كجغرافي مختص في جغرافية الأرياف اللي تتفقد بعض المزروعات والمغروسات اللي ما بقاتش موجودة. هذه كلها أشياء اللي على الجمعيات في عين المكان أنها تأخذ هذا الأمر هذا بيدها. إضافة إلى هذا نعلم بأنه المناطق الأكثر اللي فيها انتشار أكثر ديال الأمازيغية هي مناطق بالأساس جبلية، الشمال يعني وعرة نوعا ما وعرة والريف معناها المنطقة الوعرة. هذا الأمر هذا يقتضي أن الشراكة اللي تخصها توجد ما بين الدولة وما بين الجمعيات تكون مبنية على التنمية الاقتصادية ضرورية. لا يحق لنا في القرن الحادي والعشرين أننا نصيب مثلا مناطق التي ما زالت لا تقبل المقارنة مع ما هو موجود في بعض الحواضر، بعض المدن. احنا مغاربة جميعا لنا الحق في هذا الوطن بشكل متوازي فيما بيننا، فلا بد أن هذا الأمر هذا يحصل. وهنا الدولة يمكن تلعب واحد الدور مهم. كان واسمح إذا تكلمت على نفسي، كنت خذيت مبادرة وصبعت الأذان الصاغية في إطار الهيئة التي أنتمي إليها. قدمنا مقترح قانون من أجل تنمية المناطق الجبلية اللي هو بنفسه ما هو إلا مقتبس من الأفكار التي كانت تتمخض على جميع المستويات بما فيها حتى المستوى الحكومي. قدمنا هذا المقترح القانون ومازال لحد الآن المناقشة ديالو ما حصلش. كاين الآن كلام كثير ولله الحمد على ضرورة العناية بالمناطق الجبلية وبسكانها. الخطب الملكية ولله الحمد كذلك تتكلم على هذا الأمر بكثرة. تيخص هذا الأمر هذا يتفعل بشكل قوي. يجب أن نختص أو نخصص عفوا جزء من الميزانية على ضعفها الميزانية ديال الدولة للارتقاء بالمناطق الجبلية التي هي في حاجة إلى ذلك، وسكانها يستحقون كل العناية وكل التقدير. هذا الباب هذا راه ماشي من باب لا شعوذة سياسية ولا محاباة أبدا. هذا لأن في الجمعيات الآن ربما تغير نوعا ما المفهوم ديال الجمعيات الأمازيغية، لأن الخطاب ديالكم الآن بين هذا بوضوح. ما بقاتش الجمعيات الأمازيغية هي الجمعيات المهتمة بالثقافة واللغة واللي كتواجد في الحواضر فعلا. بل من تقريبا نقدروا نقولوا هذه 10 سنين الأخرى أصبحت الجمعيات التنموية ديال المناطق المهمشة والجبلية وغيرها أصبحت أيضا كتعمل تنشيط
ثقافي امازيغي بجانب التنشيط ديال التنميه الماديه. صحيح. هي صحيح. المشاريع اللي كتصرح. وبالنسبه للتنميه الماديه هناك جمعيات اللي جايه من مناطق اخرى التي اصبحت تهتم بالمناطق الجبليه، ومنها الجمعيه اللي انا واحده من اللي نترأسها اللي المهمه ديالها وهي تنميه عالم الارياف. ومن حسن الصدف ان الحروف الاولى بالفرنسيه ديالها عطات ادمر، اسوسياسيون بور ديفلوبمون دو موند رورال، ADMR، جات ادمر. تندمروا، نحاولوا ان شاء الله اننا نكونوا في المستوى. ان شاء الله. استاذ مولاي اسماعيل، من بين الاورش اللي مطروحه الان لا على الحكومه ولا على الجمعيات الامازيغيه الورش المتعلق بالقانون التنظيمي ديال الامازيغيه، اللي هو في الواقع اللي غادي يعمل يعني تحديد ديال كيفيات ومراحل الادراج الامازيغيه في كل قطاعات الحياه العامه حسب الاولويات كيف كيقول الدستور. كيفاش كتشوفوا دور المجتمع المدني في هذا الورش اللي لحد الان كيبان ان الحكومه مازال ما مشاتش فيه بعيد؟ في الواقع تيظهر لنا الحكومه بحكم الظروف ديال الحياه السياسيه كانت صعبه وابتعدت عن المهام ديالها، ماشي ابتعدت ولكن ما استطاعتش انها تفعلها لاسباب يعرفها الجميع. الازمه الماليه لا داعي للرجوع اليها لان ماشي هو ميداننا الان. تنظن بانه كانت مبادره من قبل جمعيات المجتمع المدني الذي يهتم بالامازيغيات قدمت بمقترح في هذا الباب هذا، وبدالي من خلال واحد الاجتماع حصل هذه تقريبا اسبوعين تحت لواء المعهد الملكي ان الحكومه تحسن هذا الموضوع هذا وتقبلت هذاك المقترح بصدر رحب وتنبني عملها عليه. فتيخص يكون هناك واحد النوع من الإلحاح، إن الله يحب الملحاح. يجب أن يقع عملية ديال الإلحاح بطرق مختلفة، إما عن طريق الهيئات السياسية، عن طريق الفرق، عن طريق الجمعيات بشكل تلقائي. تيخص هذا الأمر هذا يتفعل، عاد يطلب وقت لأنه الإمكانات المالية اللي عند مجتمعنا ككل ماشي فقط عند الدولة هي إمكانات محدودة. ما عاد يمكن شيء بين عاشر نضحوها ننتقل من ما كنا عرفنا قبل 10 سنوات مثلا إلى ما نبتغيه الآن. إذن هذا عمل اللي تيخص المثابرة والصبر والاستماتة في المطالبة حتى نصل إن شاء الله إلى ما نبتغيه. العلاقة بين المجتمع المدني اللي كيشتغل في الأمازيغية وبين الحكومة فيها علاقة يطبعها على العموم عدم الثقة أو ضعف الثقة بسبب التجارب السابقة. الآن أصبح الفاعل الإسلامي اللي هو عنده خصومة ديال عقود مع الحركة الأمازيغية في المغرب أصبح أيضا طرف في الحكومة، وهذه المسألة بانت بحال كتعقد أكثر هذه الشراكة. أنتم كشخصية وطنية يعني كتحظى باحترام وتقدير وعندكم الرئاسة ديال هذه اللجنة، شنو كيفاش كتشوفوا إمكان تقريب يعني هذه الأطراف وتذويب هذيك الخصومات الإيديولوجية أو إذابة ذاك الجليد؟ أظن أنه هذه الخصومة الإيديولوجية تكلمت عليها أنا تنستغرب لها لأنه لا داعي لذلك، لا سيما أنه تاريخنا حافل بدور العنصر الأمازيغي. إذا كان بالضرورة أننا نتكلم على عنصر الأمازيغي وفي حين أننا احنا مغاربة بدون تمييز، في أولا الدفاع على الإسلام، في الدفاع على الهوية المغربية، في الدفاع على الوطن. وبالتالي هذه الخصومه اللي قلت انها تعود الى هي خصومه كانك عقود الى قرون. لا ابدا، لا عقود، وحتى يعني عقود كنقصد فقط الصراع مع الفاعل الاسلام السياسي وليس الاسلام عدد من الفاعلين يعني المعتقد. عدد من الفاعلين الاسلامويين او الفاعلين الاسلاميين السياسيين منحدرين من اصول امازيغيه وفخورين بذلك. فبالتالي اظن ان هذا يمكن هذا عنصر يمكن يلعب دور ايجابي، يلعب دور من دون شك. ثم حتى الخصومه هذه يمكن هي خصومه ناتجه فقط عن احيانا بعض التشنج اللي في غير محله.
وضعف الحوار أيضا. وضعف الحوار، أنا تنظن بأنه ضعفنا الكبير نحن المغاربة وأننا لا نتحاور بما يكفي فيما بيننا، وعندما تتاح لنا فرص الحوار أحيانا نغض الطرف عنها، ما تنعملوش بها ندوروا لها ظهرنا، لا تخص فعلا نتحاوروا نتناقشوا نتغاوتوا، ولكن بلا ما نشاجروا بلا ما ندابزوا. الحوار يمكن يكون احيانا يوصل لواحد المستوى ديال الشده وديال الغلو، ولكن تيخص رجوع الله دائما باش الانسان يعرف بالضبط فين باغي يمشي وكيف باغي يمشي وشنا هي الغايه من هذا الشيء كله. الغايه هو اسعاد هذا الشعب المغربي وجعلوه كونه فعلا يعيش في واحد النوع من الطمانينه كما قلت قبيله. آخر سؤال إسماعيل، الأفق بالنسبة لهذه الشراكة، هل أنتم متفائلون من خلال كل العناصر اللي متوفرة عندكم الآن بسلبيتها وإيجابيها، هل أنتم متفائلون بنجاح هذه الشراكة بشكل يتجاوز كل عوائق الماضي؟ أنا بطبيعتي متفائل، ولولا لم أكن متفائل لما كنت منتميا للصف الذي أنتمي إليه. فأظن أنه حتى حاجة ما هي فوق القدرة ديال الإنسان وديال البشر. إذا كانت الإرادة حسنة خصها تكون حسنة، وإذا كان هناك إصرار كما قلت باش الإنسان يوصل للمبتغى لليقين أننا سنصل. فهذا الخصام إذا كان هناك خصام يمكن يدوب بالملاحظة بالمواخذة أحيانا بالنصيحة في غالب الأحيان، كذلك يمكن بلا ما نطيحوا في واحد النوع من الطوباوية أو واحد النوع من التفاؤل المفرط. تنظن بأنه لا داعي للظن بأننا لن نصل إلى تجاوز هذه المراحل، وبينا من خلال الممارسة ديالنا غير في هذه السنوات الأخيرة أننا تجاوزنا عدد ديال المراحل التي كانت تظهر لنا وكأنها غير قابلة للتجاوز. من كان يظن أنه في دستورنا سيعلن أن الأمازيغية لغة رسمية لبلادنا، نحن خذنا هذه المعركة لا أنتم ولا نحن في هذا الحزب الذي أنتمي إليه. الآن أصبحت أشياء اللي هي واقع ويجب علينا أن نفعل هذا الواقع بشكل أكثر وضوح. هذا ما ينتظرنا، وإلا احنا ما قدرناش احنا هذا الجيل اللي انا نهضر على نفسي ماشي عليك انت، ولكن إلا ما قدرش انا الجيل ديالي ما ندورش كنا الجيل ديالكم والجيل اللي غادي يجي من بعد غادي يقوم بهذا العمل وكون الاستمراريه ولا البناء. الاصرار يعني الاستمراريه. نعم. شكرا مولاي اسماعيل على تلبيتكم الدعوه والمشاركه ديالكم في هذه الحلقه من برنامج شؤون امازيغيه. السيدات والساده النظار الاعزاء، قبل ما نختموا الحلقه ديالنا غادي نعرفوا ببعض الاصدارات الجديده. من بين الإصدارات الجديدة كتاب الإبداع الأمازيغي وإشكالية النقد، وهو أشغال ندوة من إصدار مركز الدراسات الأدبية والفنية بالمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية. من بين الإصدارات الجديدة كذلك كتاب أميناجمون غرافيك دو تيفينار السيد القنسات محمد، وهو من إصدارات المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية. هكذا كنجيو السيدات والسادة نهاية حلقة اليوم، إلى اللقاء في الحلقة القادمة. إتوس مجلن سيمياستنا كذو برلمان ذو مونوغريم أم صواض نمور خفتوجة تلالين تدرتارين ثيمينوثين حماذ يسر حكام الدستور دوس مغار نتودرت نتمسمونين الثيرة نجن ووالا نمور خف الديمقراطية ثنشرشت التكثمون ثنامور تيوم صواض نمور ثمسرين مصبضانت إمسا جان ووال ثنامورين الثمضلانين إمساوالا إمنظن يمجان إفجانن إمساوالا جر مروي ذوذ أجرا ونمور أنجارو تعرض ثمون تيمسمونين ذاخر على بارا ثماث اتشاش انت تقوم صواضيا هو تسكنت ثيم سكتيتين ذارين سنت غوبريد الانترنت حوار مدني 2013 بوئما.